السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم اليوم؟ بلشتوا بحلو العيد ولا لسه؟ هون عم بعملكم غريبي وبرازة بطريقة كتير سهلة، والنتيجة كتير رح تطلع معاكم ظريفة. برازة بفتفت وغريبة ناعمة وكتير طيبة. أول شي رح أبدأ معاكم بعيار البرازة. عندي 3 كاسات ونص طحين، طحين متعدد الاستخدامات. 3 كاسات ونص. كاسة سمنة، يفضل تكون سمنة حيوانية يعني بتعطي نكهة أطيب، أو السمنة المتوفرة. بنحطهم هيك مع بعض وبنبس الطحين مع السمنة منيح. هلا إذا ما عندكن عجانة طبعا على الإيد بتبسوهم على الإيد لحتى تنعم العجينة وتصير هيك مثل الرمل. خلطتهم تقريبا هون شي 4 دقايق. هلا هني عم يختلطوا رح حضر المي تبعيتهم، نص كاسة مي مع نص كاسة سكر، هيك حلاوتهم يعني بتكون خفيفة وطيبة. بحركن ليدوب السكر على الآخر. ضفت هون شوية فانيلا، ظرف فانيلا وظرف بيكنج باودر. البرازة بياخد فانيلا وبياخد بيكنج باودر. هلا هيك بعد ما تشرب عندي الطحين كل السمنة ونبس منيح. طبعا كل شوي انا بنزل الحواف منشان الكل يختلط. شايفين كيف قوامه مثل الرمل، بس وقت بتمسكوه هيك بيتماسك معاكم، هيك لازم يكون. هلا بضيف المي وبخلطه تقريبا يعني شي دقيقتين 3 لحتى يتماسك عندي العجين منيح. واخر شي بضيف معلقتين قطر، بيعطي البرازة لون حلو ولمعة وقرشة كمان. بحركهم بس ليمتزجوا. خلص جهزت عندي العجينة. كتير طيب البرازة بالبيت، وهاي الكمية بتعملكم كمية كتير كبيرة يعني بمد معاكم. كل ما صغرتوا العجينة أكتر كل ما بيمد معاكم البرازة أكتر. شايفين هاي قوام العجينة؟ سهلة التشكيل ومتماسكة. هلا بجمعها هيك وبحطها بصحن على جنب لحتى بدي استخدمها. بدي اجهز هلا شو السمسم. عندي سمسم محمص وسمسم ما محمص. راح اخذ تقريبا ربع كيلو من السمسم المحمص وربع كيلو من السمسم اللي ما محمص. هلا هون حسيت انا السمسم اللي جايبته محمص كتير يعني اسود، محمصينه زيادة، فبدي اضيف عليه كمان شوي سمسم ابيض ليعدل اللون. بخلطهم هيك منيح وبضيف عليهم قطر، يعني تقريبا 3 معالق كبار. شايفين هون ضفت رجعت سمسم ابيض ليعدل اللون شوي، وبدعكن هيك بالشوكة مزبوط لحتى يمتزجوا مع القطر. هلا رح احضر كمان عجينة الغريبي، يعني عم احضر العجينتين مع بعض وبعدين رح ابلش اشتغل. هون عندي كوب سمنة حطيته. الغريبي كتير طريقتها سهلة، يعني كوبين طحين، كوب سمنة، نص كوب سكر، 4 أكواب طحين، كوبين سمنة، كوب سكر. يعني بتضاعفوا انتو كمية الطحين مع السمنة. يعني إذا السمنة كوب الطحين كوبين، إذا السمنة كوبين الطحين 4 أكواب. يعني سهلة جدا. والسكر ربعون. شايفين ضليت اخلطهم مزبوط لحتى صار عندي هيك قوامهم كريمة وأبيض. إذا حطيت هون كوب سمنة ونص كوب سكر ناعم وخفقتهم. هلا رح اضيف عليهم كوبين طحين
وبرجع بخلطهم كتير منيح لحتى شو يمتزجوا معي كتير، يعني ويصيروا كمان مثل هيك الرمل. بعد ما خلطهم بالخلاط نزلتهم على رخامة المطبخ وبلشت بسهم منيح منيح مشان تنعم عندي العجينة، لأن قد ما خلطهم العجانة قد ما خلطتهم ما رح تنعم مثل ما نحنا ننعمهم على ايدينا. فبنعمهم هيك تقريبا 5 دقايق وانا عم نعمهم وافركهم هيك مع بعض. كل ما فركتوه اكتر بتنعم اكتر. شايفين هاي قوامها صارت بتشهي وغير شكل. ولون عجينة الغريبي لازم يطلع هيك معاكم ابيض. طالما لونها غامق اصفر معناتها لسه مانا ناعمة، بتضلوا تنعموها ليطلع لونها ابيض. شايفين ما احلاها، سهلة بالشغل وعين الله عليها. هلا رح اشيلها كمان واحطها بالصحن لحتى بلش استخدمها. هلا الجو عندي بارد فرح اخليها برا البراد ما بيأثر، اما اذا استخدمناها بالصيف فبنحطها شوي بالبراد تتماسك. وهي هون عم فرجيكم هلا الفرق بين عجينة الغريبي، هي لونها فاتح، وعجينة البرازة لونها هيك على صفار. ليش؟ لانه ما بتحتاج عندي عجن مثل الغريبي، وكمان ضفنا لها سوائل، اما الغريبي ما بدها سوائل ابدا. هلا رح احط الغريبي على جنب وبلش بالبرازة. طبعا هون حضرت شوية فستق حلبة والسمسم اللي عملناه. باخد من العجينة هيك كورة كتير صغيرة، كورة مشان ابدأ احطها بالسمسم والفستق. بحطها بالفستق بعدين بالسمسم هيك مباشرة بالسمسم. في ناس بتمدها للعجينة وبتقطعها بكاسات وبعدين يعني بتلكها بالسمسم. فلا، هاي الطريقة اسهل منجزة اكتر، على السريع السريع. شايفين كيف بلكها اول شي بالفستق، واختياري يعني في ناس ما بتحط فستق من الاسفل، وبعدين بالسمسم مباشرة وبضغط عليها وببرمها بحيث تاخد شكل الدائرة بهالطريقة هاي. يعني برقق القرص قد ما فيني، لانه هو راح يرجع ينفش لانه فيه بيكنج باودر. بدكن يا رقيق اكتر واكتر بتصغروا لسه العجينة اكتر، يعني كل ما صغرتوا العجينة ورققتوها بيطلع معاكم انتو كيف بتحبوا. يعني البرازة بحسها من اسهل انواع حلويات العيد هي والغريبي، مكوناتها سهلة وما فيها تعقيد وبتنجح مع الكل بإذن الله تعالى. شايفين ما أحلاها، القرص صغير هيك ما بنكبره بحيث خلص اللقمة التانية ما نهرهر ولا ندردر. كتير ظريف هيك. شايفين بنكوره بنكبس ومندور. وهاي الكمية اللي طلعت عندي من 3 كوب طحين، 3.5. شايفين ما أحلاها، بركة ما شاء الله. هلا عاد شو بحمل الفرن وبدخلهم على الفرن. هلا هون رح ابلش بالغريبي. باخد قسم من العجينة وبرجع هيك شوي بدعكة على الخفيف عشان ترجع تطرى معي. هلا انا عملت منها شكلين، شكل الدمعة وشكل كروي، والاثنين طلعوا كتير ظراف. هلا هون شكل الدمعة باخد هيك وبعملهم مثل رول وبمده بهالشكل. العجينة ما شاء الله كتير طرية هيك وسهل التعامل معها، يعني شيء اني عم حط اصابعي عم تلف. بساويها هيك بهالطريقة هاي. وبقطعها هاي شكل الدمعة. شايفين ما احلى العجينة غير شكل. وهي هون
عملت صينيتين، صينية شكل دمعة وصينية طلعت معي دوائر هيك صغيرة كتير ظريفة. هلا الغريبة إذا شققت معاكم بالفرن بتكونوا مكترين لها سمنة، إذا نشفت بتكونوا مكترين لها سكر، يعني فأنتوا خدوا المعايير مظبوطة، أو بتكونوا مستخدمين السكر بودرة في نشي فبتنشف منكم. هون عم زينها بالفستق الحلبي. كمان بدخلها هلا على الفرن درجة حرارة 180، تاخد معي تقريبا من 12 ل 15 دقيقة، يعني تقريبا 12 دقيقة اخذت ل 13، يعني اكتر شي 15. انتوا شوفوا ما بدنا اياها لا تاخد لون من تحت ولا من فوق، يعني الشيء انه لون هيك من تحت، درجة حرارة منخفضة مشان يستوي قلبها وما تطلع معجنة وتبقى معانا عم تفد. هون زينتها بالورد المحمدي كمان. كمان طلع طعمته كتير طيبة معاها وشكله حلو. وعلى الفرن. هون كنت طالعت البرازي عاد، شايفين ما أحلى. كمان أخذ معي تقريبا 12 دقيقة بالفرن على أعلى درجة حرارة بنحط، كمان تقريبا 12 دقيقة. انتوا بتراقبوا بتشوفوا كيف النتيجة. هاي ما شاء الله من تحت لونه ذهبي بشهي. شايفين ما أحلى، والقرشة تبعيته غير شكل، عم يقرش وطعمته فخامة. جربوا طريقتي إن شاء الله رح تعجبكم ورح تكون عليكم سهلة ونتيجتها روعة. يعني غير شكل. وطبعا وانا عم اساوي الحلو طبعا ما بننسى فطور رمضان. هون كنت سلقت دجاجة، قلت رح اعمل لهم مقلوبة هيك على السريع. هاي يعني المقلوبة انا بعتبرها اكلة سريعة، لانه خلص بس تسلق الدجاج وبتقلي الباذنجان وبتطبقيها، ما بدها يعني وقت كتير. هون كنت غاسلة بنقع انا كاسة رز قصير مع كاسة رز طويل وبنقعهم وبغسلهم. هون كمان قليت فطر، كان عندي هيك شوية فطر قليتهم وحطيتهم، بس حطيتهم على جنب هدول إلي بس. وباذنجان طبعا حطيتهم، بوزعهم هيك منيح وبرجع بضيف الرز. وإذا بدكم المقلوبة هيك يطلع لونها هيك حلو على بني، ضيفوا عليها ربع معلقة قهوة، كمان بتعطي نكهة كتير طيبة. على ضمانتي جربوها. يعني أكلتين نحنا بنستخدم فيهم قهوة هن اليالنجي والمقلوبة. اليالنجي بنحط لهم كمان ربع معلقة، والمقلوبة كمان حطيت لها ربع معلقة. كتير بتطلع طيبة وظريفة، ولون الرز كمان بيطلع حلو. هون عم ضيف من مرق الدجاج، ما بحط عليها أي بهار لأنه خلص أنا مكتفي بمرقة الدجاج. هون عم فرجيكم الغريبات طلعوا من الفرن، شايفين لونهم أبيض. وهي كمان الصينية، بس شو ريحتهم كتير طيبة، متماسكات، لون خفيف من تحت، غريبة ناعمة ما فيها تشقق. شايفين مقظرفها ما أحلى منظرها، ناجحة 100%. أهم شي نحن ننعم العجينة كتير منيح والمقادير نلتزم فيها. وهي شكل الدمعة هون، طالعين دمعة غير شكل. هي عم فرجيكم قوامها ما شاء الله عم تفتفت ونكهتها رائعة. جربوها وادعوا لي ان شاء الله راح تعجبكم. شايفين قديش ناعمة. وهون البرازة الفخم، انا سميته البرازة الفخم،
كتير طيب وعم يقرش قرش أكتر من رائع. إن شاء الله يا رب بينعاد عليكم هيك رمضان بالخير والصحة والسعادة. والله رمضان أمير قدرقيد ما حسينا فيه، خصوصا إجا بالشتوية، فالله يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. يلا قوموا اعملوا الغريبة والبرازة، خلي الأولاد تحس بفرحة العيد وبهجته. وهون كنت قلبت معكم المقلوبة كمان طلعت غير شكل. ما لحقت صراحة اعمل جنبها لا سلطة ولا شي، غسلت لهم بس هيك شوية خضرة وخس وعيران. نعمة خير الله، الحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا النعم يا رب ويحفظها من الزوال. إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفات لا تنسوني من الاشتراك واللايك وتعليق حلو مثلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.